السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معلش غبنا عن بعض فترة طويلة، بس ان شاء الله نكمل مع بعض كده في الصيف شوية فيديوهات حلوة. اساسي لازم يكون اولها الايس كريم، احنا عملناه مع بعض قبل كده بفيديوهين مختلفين. النهاردة بقى بطريقة مختلفة جدا. بالنسبة لي انا دي احسن طريقة جربتها. خصوصا اللي بالفواكه، طعم الفاكهة ظاهر فيه جدا، وفي تكة كده هتخليه زي بتاع المحلات بالظبط. وايس كريم الشوكولاته، بص الصوص جواه مش مجمد، سايل زي اللي بيجي من بره، وطعمه رائع. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم. هما طريقتين مختلفين في الفيديو ده، شوكولاته غير الفواكه. فتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل التكات اللي فيه. واهم حاجه، اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنسمي الله كده ونبدأ بالفواكه. أنا عندي هنا كوباية من الفراولة، عندي معلقة من السكر، عندي تلت كوباية من الشربات، شربات الفراولة طبعا، وعندي نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، ومعلقتين كبار من الزبادي. الفراولة عندي مجمدة، احنا طبعا مفرزين الفراولة، فهننقي كذا كيس يكون لونه غامق شوية. احط عليه نص كوباية من الكريمة، ومعلقة من السكر البودرة، وتلت كوباية من شربات الفراولة او جيلو الفراولة اللي هو جيل التلميع. انا هوريكم الكيس بتاعه بعد كده، اللي هو بنجيبه للتورتات. الحاجات دي بتديني طعم الايس كريم بتاع المحلات. يعني هي تكة، حسيت فيها ان ده الطعم اللي بيجي جاهز من بره، غير لما بنعمل فراولة وكريمة بس. احنا عملنا قبل كده الفراولة بالكريمة، وكنا ضاربين الكريمة وعاملينها مع لبن مكثف، بس دي حسيت فيها بطعم الفراولة اقوى، لان ما خفتهاش بلبن. ضربت الكريمة يعتبر بالفراولة الصافي، فطعمها حلو جدا. في المانجا نفس الوضع، بس ما فيش شربات مانجا، فانا جبت جيلو المانجا اللي هو بتاع التلميع. اداني طعم رائع للمانجا وطعم قوي جدا. بصوا الكيس بتاعه اهو. الجيلو ده فيه منه فراولة وشوكولاتة ومانجا. هو نفس المقادير، كوباية كبيرة من المانجا هنحط عليها معلقتين كبار من الزبادي، نص كوباية من الكريم شانتيه الخام، ومعلقتين كبار او 3 من الجيلو طبعا بيكون مسكر وبيديني لون وبيديني قوام وريحة كويسة جدا، ومعلقة واحدة من السكر البودرة. السكر البودرة يعتبر انا حاطه المعلقة عشان الكريمة عندي خام، انما اللي بيحلي لي الفواكه اللي هو الجيلو او الشربات بتاع الفراولة اللي احنا حطيناه. كنت عايزة اقول لكم ان الكيس بتاع الجيلو ده نص كيلو ب25 جنيه، بيكفي معايا حاجات كتير جدا. يعني بعمل منه اصناف حلويات كتير، بيديني طعم ونكهة الفواكه بتاعت بره. هبدأ افردها كده في العلبة عندي عشان ادخلها الفريزر. عملت كده في الفراولة برضو، لازم علبة تكون محكمة عشان ما تاخدش اي ريحة من الفريزر ولا تعمل لي ريحة. الفواكه ده بيكون طعم الفاكهة فيه حلو جدا وظاهر وطبيعي وكريمي، ما فيهوش اي جرش التلج. هنا هنعمل بقى اللي بالشوكولاتة بطريقة مختلفة شوية. انا حطيت كوباية ونص من اللبن، بس هي ما ظهرتش في التصوير، ونص كوباية من الكاكاو، ربع كاكاو خام وربع كاكاو اللي هو عليه سكر. وعندي هنا معلقه من النشا مليانه، ونص معلقه من النسكافيه، ومعلقه من الكريم باستري، او سكر او اللبن البودره اللي متاح منهم. ربع معلقه بقى من صوص الشوكولاته، او جيلو الشوكولاته، او نوتيلا، او ممكن مكعبات شوكولاته، بس انا بفضل الحاجات السايله، لان لما الايس كريم بيتحط في الفريزر بيطلع سايل، ما بيبقاش ما بياخدش قوام اللي هو الجامد قوي، بيبقى كويس نعرف ناكله. انا باخدهم على النار بعد ما بقلبهم على البارد كويس، برفعهم على النار لما يبقوا معايا بالسمك ده. السمك بتاعهم بيكون خفيف، اللي هي زي المهلبية الخفيفة. بسيبها لما تبرد كويس جدا، بغطي وشها واسيبها تبرد في التلاجة. وبعد كده بضيف لها نص كوباية من الكريم شانتيه ونص كوباية من اللبن. طبعا المقادير مش كتير، انا هحطها لكم في صندوق الوصف عشان تقدروا تستخدموها بسهولة. هنضربهم مع بعض كده بالشكل ده لما تبقى القوام بتاعي كله كريمي، واحس ان الكريمة عملت فوم كده شوية معايا. طبعا بقى ايس كريم الشوكولاته ده مفيش خلاف عليه، كل الناس بتحبه وطعمه في منتهى الجمال. وهقول لكم ازاي نعمل تكه الصوص بتاعته كده زي اللي بتيجي من بره. هنضربه بس كده الاول لما احس ان الكريمه بدات تتماسك معايا شويه وتديني قوام بالشكل ده كده. ما بياخدش دقيقتين بالمضرب. ممكن نعمل ايس كريم الفانيليا بنفس الطريقه بالظبط، بس مش هنحط كاكاو، هنحط بقى مكعبات شوكولاته، او نوتيلة الشوكولاته البيضه اللي هي سما، هي اللي بيبقى منها شوكولاته بيضه سايله. بالشكل ده هبدأ بقى افضيهم في علبة كده عندي علشان ادخلهم الفريزر. لازم تكون علبة محكمة نقفلها كويس عشان ما ندخلش اي حاجة ليه ولا نعمل ولا نلاقي عليه طبقة تلج ولا اي حاجة خالص. طبعا هو بيطلع كريمي خالص زي اللي بيجي من بره واحسن كمان.
بالشكل ده. علشان بقى اخلي فيه صوص، انا عندي هنا جيلو الشوكولاته او صوص شوكولاته اللي احنا كنا بنعمله قبل كده اقتصادي مع بعض، هينفع برضو لانه ما بيجمدش، بيبقى فيه نسبه زيوت فما بيجمدش في الفريزر. هقلبهم بس نص تقليبه كده، احس ان الصوص داخل جواها. انا مش عايزه اخفيه، انا عايزه الصوص يبقى موجود قطع كده، علشان لما اجي اقدمه يبقى ظاهر فيه الصوص من جوه بالشكل ده. وبرضو عندي شوكليت شيبس كده، هرش شويه على الوش بتاع العلبه كده قبل ما ادخلها. اغطيها بقى وادخلها التلاجة. انا هبيتهم في التلاجة، انا بيتهم ليلة كاملة، ممكن 6 ساعات وتاكليهم، بس الافضل ان انت تقعديهم يوم كامل، بيكون افضل. واستخدامنا الشوكولاتة السايلة او جيلو الشوكولاتة بيخلي، بصوا، ايس كريم الشوكولاتة طالع معايا ناعم وطري وحلو جدا. الشوكولاتة الخام لما بتسيح وتيجي تعملي الايس كريم وتدخليها الفريزر بتخليه ناشف شوية. بصوا الايس كريم كريمي معايا وحلو ازاي. طبعا احنا لازم نغسل المعلقة بين كل واحدة والتانية. ودي اللي مش الفراولة، والمانجا كمان طعمه رائع. جيلو المانجا اداله طعم ونكهة، ريحته زي اللي بيجي من بره بالظبط، زي اللي بيتعمل في المحلات. بصوا الجمال، كريمي وناعم خالص. هنحط بس كده اي حاجة تدينا تزيين عشان نحسسهم ان هما بياكلوا بره البيت. هي تاتش خفيف كده بيدي شكل مختلف كده ويخلي الحاجة شكلها حلو. نقطة بس كده بصوص الشوكولاتة وبعدين هديها سحبة. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى لو عجبكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم علشان نكمل بقى مع بعض كده ان شاء الله، وتشجعوني علشان انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش. فكلمة حلوة منكم كده هتشجعني ان انا اكمل معاكم بحاجات تانية حلوة جدا. عندي افكار كتير ان شاء الله اعملها لكم الصيف ده. يلا اشوفكم فيديو جديد بإذن الله، مع السلامة.